يا مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. لو أول مرة تشوفوني، أنا اسمي كوكي. يلا بينا نعمل مع بعض سندوتشات البرجر. بجد الطعم حكاية في منتهى الجمال والروعة. هتفرحي بيها طبعا حبايبك الصغنطاطين، وهتوفري كتير معاكي. هنحتاج بس لنص كيلو لحمة مفرومة ملبسة شوية، ومعايا كيس واحد من خلطة البرجر. وهنحتاج الجبنة الشيدر اللي بتسيح مع سندوتشات البرجر، والخضار بتاعك بقى طماطم، فلفل، بصل. وهنعمل الصوص بتاع البرجر: نص معلقة من المستردة ومعلقة من الكاتشب ومعلقتين من المايونيز. بس خلاص كده الصوص بتاع البرجر. ونروح علشان نقطع البصل بتاعنا حلقات كده حلوة، ونركنها على جنب لان البصل ده هكرمله علشان يبقى طعمه حلو في السندوتشات بتاعت النهاردة. والفلفل بتاعك بقى ايه الواناتك، الاحمر والاخضر، الطماطم. بصي اي خضار عندك تحطيه، هيبقى طعم السندوتشات في منتهى الجمال بيه. والخس بتاعك طبعا. اول حاجة هنعمل البرجر، هنجيب نص كيلو اللحمة المفرومة وهنحط بس كيس واحد من خلطة البرجر. هتقعدي بقى تعجنيه قد كده دقيقتين لغاية ما اللحمة تتشرب الخلطة بتاعت البرجر. وبعدها هنقسمها لكور صغنطوطة، يعني قد قطعة بتاعت البرجر. وبعد ما نقسمها، انا قسمت نص كيلو اللحمة ل6 قطع. هتجيبي بقى مش شرط المكبس بتاع البرجر، اي غطا بلاستيك عندك، اي حاجة. هتحطي كيس بتاع التلاجة عليها، وهتحطي القطعة المدورة بتاعة اللحمة وتفرديها زي بالظبط الشكل البرجر. بس كده. شايفة حلوة ازاي؟ زي البرجر بتاع بره بالظبط. وبعد ما تخلصي الكمية كلها، هتسيبيها كده تركنيها قد دقيقتين كده لغاية ما نروح على البوتاجاز علشان نكرمل البصل بتاعنا. حتة زبدة حلوة كده، ونحط بقى الحلقات بتاعة البصل بتاعنا. هتقعد على النار تقلبيها كده لغاية ما تتكرمل. الكرملة بتاعة البصل دي بتودي السندوتشات في حتة تانية خالص. كده تمام. هنشيله، ومطرح الطاسة بتاعة تحمير البصل هنحط حتة زبدة كمان، ونسمي الله، ونحط قطع البرجر بتاعتنا. هنحط على قد الصينية، قد 3 وحدات كده. هتقعديها في كل جهة حوالي 10 دقايق، مش بتاخد سوا كتير. انا لما قعدتها في الجهة الأولانية 10 دقايق، قلبتها للجهة التانية برضو 10 دقايق. وبعدها بقى بتحطي الجبنة الشيدر بتاعتك، وتسيبيها قد دقيقتين كده لغاية ما تسيح على القطع البرجر بتاعتك. بس كده كده ساحت وبقت خطيرة. هتشيليها وتحطيها في طبق تركنيها على جنب لغاية ما تخلصي بقية القطع كلها. تمام كده. طيب الطاسة ديت حلوة في حاجة حلوة قوي. هتعملي بيها ايه؟ هتحطي العيش بتاعك بتاع الكايزر، تحمصيه. دي بتدي حلاوة لسندوتشات البرجر ايه في منتهى الجمال. وعلى فكرة، العيش الكايزر ده انا عاملاه، لو عايزة تشوفي طريقة عمايله موجود على القناة. هجيب قطعة من العيش الكايزر، هنحط عليها ايه الاول؟ الصوص بتاع البرجر، بعدها البصل المتكرمل، بعدها بقى الخضار بتاعك، الخس الجميل البلدي بتاعك. وبعدين هتحطي البرجر طبعا مع الجبنة الشيدر المسيحة عليها. والفلفل بقى الواناتك بقى، فلفل اخضر، احمر براحتك، قطعة الطماطم، وحلقات من الفلفل الهالبينو، يعني اللزوم السبايسي. بس خلاص كده خلص السندوتش البرجر. لا ده ايه ده، طعمه خطير.
بصي تقدميه بقى مع شوية مخلل، شوية بطاطس شيبسي مع الخضار بتاعك، لا حاجة فاخر من الآخر. هتسعدي بيها حبايبك وهيفرحوا بيكي. وطبعا كل الحاجات الحلوة دي معمولة بكل حب وسعادة، فلازم تبقى ايه حاجة في منتهى الجمال والروعة. هكمل بقية السندوتشات برضو بنفس الطريقة. البصل المتكرمل والخضار بتاعك كله بنفس الطريقة. دي حاجات حلوة خالص، هتلاقيها نظيفة عن بره. يعني اللحمة مضمونة طبعا، حاجات لذاذة وطعامة طبعا. هتوفري كتير لأولادك، وأولادك هيحبوا طعم الحاجات دي من إيديكي. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا وصحتين. يا ريتك يا ست الكل تعملي الحاجات الحلوة دي لحبايبك، هي يفرحوا بيكي طبعا وهتبقي سعيدة معاهم. وبألف هنا وصحتين. وانا دلوقتي هقطع سندوتش من البرجر علشان اوريكي جوه عامل ازاي. يا مستوي على الاخر وجوسي وطعم خالص، ولا الريحة جنان. بسم الله ما شاء الله، والطعم يعني اخر حلاوة، حكاية بجد يا جماعة. واستنوني مع طبخة جديدة واكلة جديدة من مطبخ كوكي. ما تنسونيش في اللايك الجميل بتاعكم وتعليقكم اللي بيساعدني. بحبكم في الله.